يا صباح الخير وصباح النور وصباح الورد والياسمين، وش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال وفي صحة جيدة يا ربي. نشكر متابعاتي الحبيبات الوفيات اللي دايما راكم معايا ودايما راكم مونسيني. ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن حال. نبداو الفيديو حبيباتي، ما تنساوش تصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديتكم حبيباتي بهذا الروتين البسيط من داري. بديت غسلت الخضرة هذه وكل شيء. المهم كما راكم تشوفوا درت شوية سردين للغدا. وكما عودتكم حبيباتي دائما الامثال الشعبيه اللي رانا نتداولوها لهنا في ولايه ميلا، من هذه الامثال اللي رانا نقولوها بزاف خاصه اللي كبار في العمر. بالك هادو الصغار ما عادوش يستعملوها، بصح اللي كبار تلقاهم يستعملوها بزاف. من هذه الامثال حبيباتي: الحرة إذا صبرت دارها عمرت. وهما يوصيونا على الصبر. يعني احنا كما نشوفوا الدين الاسلامي تاعنا راهو وصانا على الصبر. الصبر عند الشدائد، الصبر عند المصائب، لانه الصبر هو مفتاح الفرج. اذا كان ما صبرتيش الدنيا هذه واحد ما راه عايش في الجنه. احنا رانا كامل عندنا مشاكل، وكامل ما كانش امرأة في الدنيا هذه اللي ما عندهاش مشاكل وما عندهاش ظلم. راهم يظلموها، كاين اللي يظلمها الزوج تاعها، كاين اللي يظلموها موالين زوجها، كاين اللي مظلومه في العمل. وما ننساوش تاني باللي به كاينين نساء متسلطات، كاينين نساء هما اللي يظلموا، كاينين نساء هما اللي يروحوا يعني هي اللي تظلم راجلها، كاينه هي اللي تظلم موالين راجلها. ما نقولوش باللي به موالين الراجل هما اللي دايما ظالمين. وهكا حبيباتي نقول انا كلامي موجه للمرأة اللي يظلموها. نقولك حبيبتي اذا كان ما صبرتيش وما احتسبتيش الاجر عند ربي، اكيد ما راح، اكيد ندامه هي الاخرى. لانك اذا ما صبرتيش في وقت المشاكل اكيد راح تاخدي قرارات غلطه، وهاد القرارات اكيد راح تندمي عليها من بعد. على هذه نقول لك ما تصرفيش في لحظه غضب، في لحظه افكارك مشوشه، ما على بالكش الطريق اللي تدي من اللي تجيب. اذا كان صبرنا اكيد راح نركحوا من بعد، واكيد هذاك الغضب ما رايحش يبقى، ما رايحش يبقى معانا. اكيد راح نركحوا ومن بعد نتصرفوا ونتاخذوا القرار الصائب. كي تاخدي القرارات ما تاخديهمش وانتي غاضبه، ما تاخديهمش في مرحله وانتي حاسه بالضيق والقلق وهذاك. لازم حتى تركحي وتتاخدي قراراتك. نقول لكش ترضاي بالظلم، لانه الانسان يصبر يصبر بصح من بعد في لحظه رايح ينتهي الصبر هذاك، رايح يخلص. واكيد راح نتاخدوا القرار الصائب. وش هي هذاك القرار؟ ما ناخدوهش وحنا في لحظه غضب، ناخدوه في لحظه وحنا راكحين. وكما شفنا قناة مطبخ وتدابير عبد النور اللي راحت لها القناة، ان شاء الله ربي يعوضها خير، وان شاء الله تولي خير على كما كانت. نقولك حبيبتي صبري واحتسبي الاجر عند ربي، وبربي ان شاء الله كل شيء راح يتصلح وكل شيء راح يولي كما كان. وهذه شدة وتزول. ما تقوليش باللي باه راح حنبقى هكا، لان الانسان كيعود في الشده تبان روحه يبقى هكاك. بصح ربي راهو يختبرنا، يختبر صبرنا. وهكذا حبيبتي اكيد ما راحش تبقاي في الوقت هذا، واكيد رايحه كل شيء يولي لبلاصتو. نقول لك برك حبيبتي عبد النور، ما تسرعيش وما تاخديش القرارات في وقت الغضب كما هضرت في بدايه الفيديو. لازم حتى تخمي مليح. واكيد اكيد اكيد راح تولي لدارك، وراح تولي حيولي الاستقرار والوئام وكل شيء كما كان. والناس اللي راهي تكلاشي فيها وكثرت البلبله والهضره وكل شيء، نقول لكم ربي يهديكم. يعني المراه راهي في حاله وخاصه الحمل وكل شيء نفسيتها راهي باينه متعبه وما هيش. وهي عبد النور كما نعرفوا القناه تاعها انسانه هكا موزونه ومرتبه وكل شيء في هضرتها وفي كل شيء، وما هيش من النوع هذاك يعني اللي متسرع، من النوع اللي تهضر على الخصوصيات تاعها. يعني جاتها
في لحظة ضعف، في لحظة الناس كاملة راهي قادرة، اليوم عندي غدوة عندك، يعني كامل قاعدين نفوتوا بهذه المرحلة. قادرة أي مرة تفوت بهذه الظروف. على هذه نقول لكم ما كان له تكثروا البلبلة والكلاش هذا، القصف هذا اللي في غير محله. يعني صراحة المرأة هذه راهي ما تستاهلش هذاك الكلاش وهذاك القصف وهذيك الهضرات اللي يعني شت قنوات ما على باليش كيف يخرجوا يهضروا. المرأة هذه راهي إنسانة محترمة وإنسانة لازم نوقفوا معاها، وهكا تولي قناتها كما كانت. والله خير عليك، نتمنى حبيبتي تولي قناتك خير على كما كانت. وهكا حبيبتي ما تحزنيش لانها شده وبتزول كما هضرت. كنحب نطلع قناتي نطلعها بخدمتي، ماش نروح القناه الفلانيه والله ونقصفها ونهضر الشيء اللي ما راهوش فيها. هكا باه نطلع قناتي اكيد ربي ما راحش يرضى على هذا، وهذا راهو بهتان. نروح نهضر على وحده هذاك الشيء ماهوش فيها خلاص، وانا نروح نقول على جال باه نطلع قناتي. يعني نقول لكم ربي يهديكم، هذا ما كان. لهنا حبيباتي رحنا للدوار وغرسنا كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. الثوم ما غرسناهاش على خاطر شنو ما صبتش ولقينا التراب شويه يابسه. نتمنى ان شاء الله ربي يرزقنا بالمطر. لهنا راهي مسحبه كما اليوم، راه السحاب كاين بصح المطر ما كانش خلاص. ان شاء الله يا ربي يرزقنا بغيث نافع غير ضار يا رب العالمين. وتحتمت علينا درناها يعني صاوبنا التربه هذيك، درناها بالراطو فتتناها كما موالفين، وهكا ولات صالحة باه نغرسو فيها. وكما شفتو غرسنا الثوم. الطريقة راهي بسيطة ما فيهاش كما قلت لكم. الزراعة هذه راهي سهلة ما تخافوا منها ما والو، وبرك الماء يعني مليح. الماء اللي عنده الماء راهي الزراعة سهلة. وتاني الغبار اللي عنده كما فضلات الحيوانات تاع الغنم تاع الدجاج كامل راهم ملاح، انك تخلطهم مع التراب هكا وتغرس فيهم. رايحه بربي ان شاء الله يصلح لك الشيء اللي تحطيه ان شاء الله. حبيبتي في الايامات الجايين راح ندير لكم جوله في البحيره تاعي الجديده، والشيء اللي غرست كيفاه كنبت وكيفاه كبر. انه المطر يعني صبت شويه برك مش بزاف هكاك ونبتو. نبتت البصله، نبتت البطاطا، نبت المعدنوس، الدبشه. الفول هو اللي تعطل شويه، عطاكش الفول شويه البذره تاعو شويه خشينه. لازم تصبنوا عليه بزاف بزاف بهذيك البذره تولي مرنخه، حنا نقولوا مرنخه، المهم تولي رطبه هكا وتنتش هذيك البذور. اذا كان طول ما نبتش راح تحتم علينا نسقيوه، وهذا ما كان. حبيباتي اللي وصلت معايا لهنا ما تنسانيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع اللايك هكا بيوصلك كل جديد. ما بقى لي حبيباتي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.